صباح الخير. هو النهارده في يعني طقس غير مستقر نسبيا، في فرصه لنشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه خلال الساعات القادمه، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، استمرار فرص سقوط الامطار على جنوب البلاد وعلى سيناء. يبقى الطقس اليوم حار خلال ساعات النهار، بارد اثناء الليل، مع اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، انخفاض لمستوى الرؤيه على الطرق الصحراويه. أشكرك شكر جزيل على التواجد معنا، وبخرج لعرض مجموعة من درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية. تحياتي مشاهدينا الكرام مرة ثانية، وإليكم نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء، أبدأها من القاهرة التي يستقبل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف. ومن المقرر أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بشأن العلاقات الثنائية وأهم ما تتناوله المباحثات. وعقب مباحثاته مع السيسي يقوم الرئيس المقدوني بزيارة لمقر البرلمان، حيث يلتقي مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. يعقد مجلس التنسيق المصري السعودي اجتماعه الخامس اليوم بمدينة الرياض. يرأس الجانب المصري نيابة عن رئيس الوزراء وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بينما يرأس الجانب السعودي نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير المالية إبراهيم العساف، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. للمتابعة أكثر بينضم إليه الأستاذ جمال همام الباحث في مجال العلاقات المصرية الخليجية من الرياض. أستاذ جمال صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية نذكر الناس بما يقوم به